يا ربي فوقنا طباشير فوسنا طباشير فوسنا يا ربي فوقنا يا ربي فوقنا طباشير فوسنا طباشير فوسنا لا إله إلا الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي المجاهد الشهيد. أيها الأحباب الأكارم، نقف في هذا الأسبوع 34 من طوفان الأقصى من مجزرة غزة. نقف في مدينة الناظور لنقول كلمتنا بأننا مع إخواننا في غزة. أيها الأحباب الأكارم، أبشروا، فإن الله عز وجل يقول: ولا تهنوا في ابتغاء القوم فإن كنتم تعلمون فإنهم يعلمون، فإن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، وترجون من الله ما لا يرجون. قال الله عز وجل: ولا تهنوا. شنو المعنى ولا تهنوا في ابتغاء القوم؟ بمعنى قتلني ويا في الوهن، قتلني ويا في الضعف، قتلني ويا في الفشل، قتلني ويا في الخوف. بابتغاء القوم. من القوم؟ هم اليهود، هم الصهاينة. هاد يسجن لحظة تقولم من الضعفهم في الجهاد من خلال مواقفكم. من المهجة الإنسان يجاهد من حيث هو، ولين باش يجري شي قنش بريء فنجيب جو. الله عز وجل قارن: ولا تهينوا. قتلني ويا في الوهن، حب الدنيا ومخافة الموت. قتلني ويا في الوهن، الضعف والخوف الخوف على المناصب، والخوف من التجارة، والخوف من الوهم. لكن في الوهم في ابتغاء القوم. مش غنمشينا نقاوم، مش غنقاوم. يخصنا نسن بأنه نهار الصهيوني ويديش هذه غزة فقط، ويديش هذه فلسطين. الصهيوني يقدر نهار هذه هداد نطبعها كيس على المستوى الاقتصادي، على المستوى الفلاحي، على المستوى السياسي، على المستوى الاستخباراتي، على جميع المستويات. صامتون 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 وللتطبيع رافضون وللتطبيع رافضون وللتطبيع رافضون. المغرب لقى سنينه يحكمان، لقى بأنه خرام، بأنه يا بلي يهدين في نفوسهم نفوس وموداي ديجن خطا، ولهم في غفاش التاريخ، ولهم في غفاش الله عز وجل، ولهم في غفاش الشعوب. قيل تتبيع على مستوى الاستخباراتي. اتسمج المعلومه بانه غنغداني تاكفسو ديال الريف ديني غاكن اكبر محطه استخباراتيه صهيونيه ديال منويه ديال اتفاق 2021 ذا كفسو. المغرب ارضي حره، المغرب ارضي حره، يطلع برا والتطبيع يطلع برا. المغرب ارضي حره، المغرب ارضي حره، والتطبيع يطلع برا والمغرب يطلع برا. النظام الصهيوني غاسكون ثلاثه هذيك اكبر محطه للاستخبارات ذا يتنفسوا المنويه ديال ما تفير مع خاص المغرب و 2021. عاود التطبيع على المستوى الفلاحي ودي الغرب وشي ناس 500 هكتار سي قدام شي هماثي مغربيين باش يقلافوكا. ودي المغرب الشرقي وشي ناس اكثر تقريبا 1000 هكتار باش هذيك في 16 غادي يسقى غاويه. ودا يقدر غدا لي هدا اقدر غدي المراح اقدر غدي كوزينه يديرها مشيخ مع دياس ومازيغ شين الله. ولا تقبع والهواله ولا تقبع والهواله ولا ثمانه ولا ثمانه ولا تقبع
الان ديال غزه من لهم الحريق المولاني الجوزر من لهم الحريق تدريني هدمان فانهم يعلمون والله العظيم الهزيمه التي دخلت نفوس الصهاينه الوقفات تنول المقاومه في غزه الوقفات نهار الطلبه للجامعات والله لا الحريق لا يستكتاشي الحريق زين ما يمر لاننا نرجو من الله ما لا يرجون نشين يمجهد النق سنن بالله نهار الدنيا وصوري في الاخره وصوري في الجنه ولكن نثني من توالد بانه الهزيمه هي هزيمه ابديه. آن الوقت أيثم مرة أنا أتهاون أنشي لك يثمثنا بأنه القضية الفلسطينية قضية مصيرية محورية في تاريخنا وغنقولوا باش نسيور بأنه عبد الكريم الخطابي في مصر وانت يعلن مرة المشاهدين ديالو كثني 47 هو نار مصر كان سي عبد الكريم الخطابي اش غايكن الاعلان للجهاد في فلسطين نهار نمشي نقارس لا منويه يكجن لا يا اخوان نلقى بانه القضيه المنويه خندندان دائما بانه القضيه الفلسطينيه قضيتنا نحن. نقول قولي هذا واستغفر الله ونرفع اكف الذراعه دعاء لاخواننا في غزه ودعاء مع انفسنا. اللهم افقنا من الغفله، اللهم ايقظنا من الغفله، اللهم الاخوان المغاربه الذين يعني لا يساندون اخوانهم ولا ينكرون المنكر، اللهم ايقظنا من الغفلات يا الله. اللهم الاخوان ديالنا في غزه اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم انت القائل وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. اللهم ارمي عنهم، اللهم سدد رميهم، اللهم اطعم جوعاهم واكفي عراتهم، اللهم افضح المتخاذلين، اللهم افضح المتبعين، اللهم زلزل العروش من تحت اقدامهم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. ونقرا سوره الفاتحه ترحما على الشهداء وعلى هذه النفوس وهذه الضمائر الميته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والحمد لله رب العالمين. وانصرفوا يرحمكم الله.